تعرف أوليفيه جيرو؟ مهاجم فرنسي حاليا بيلعب في الميلان. الراجل ده قال ايه؟ قال ان التدخل الالهي هو اللي خلاه يفضل في تشيلسي قبل يورو 2020. على فكرة فرنسا في يورو 2020 عملت اداء زبالة بصراحة، بس هو كان محتاج يلعب في تشيلسي الفترة دي عشان ينضم لمنتخب فرنسا، وحسب كلامه ربنا هو اللي ساعده في كده. بالمناسبة جيرو مش المهاجم العظيم قوي، بس لما تشوف الاجوان اللي بيحطها هتحس انه احسن مهاجم في التاريخ. اعتقد ان بعد 10 سنين من دلوقتي هيظهر جيل بيقولوا ان جيرو هو مهاجم القرن، وانه اتظلم واتعمل عليه مؤامرة من ميسي ورونالدو. يعني ايه اللي دخلنا بقى في الحوارات دي كلها؟ كلمة التدخل الالهي. المهم انت في سيشن على ما تفرج، ودي فرصة تبقى احسن نسخة من نفسك. النهاردة هنحسم الجدل في اكثر الاسئلة الوجودية على الاطلاق. اغلب الناس في العيادات النفسية بيسألوا السؤال ده، اغلب اللي اتظلموا اللي عندهم مشاكل. هو ليه ربنا سايبنا كده؟ ليه ربنا سايبنا في ده؟ ليه مش بيتدخل؟ ليه كل ده ومفيش حل؟ أعداد كبيرة من المشككين والملحدين والناس ابتدت تعق بصراحة. افتكرت كده مشهد بتاع شلت يدي وبعد كده انها سليمة، فاهمني؟ جيل التسعينات رياكت هاها. بس الحروب اللي حصلت والناس اللي ماتت وبتموت وعدد اللاجئين، الفقر بيزيد والمرض، غير ان في حد حكة في عربيتي وهي مركونة. ستوب تستقبل وانا اطلع لك رخصة. خلينا نتفق ان كل ده ما يرضيش ربنا، ولو انت بتسمعني ومش مؤمن بربنا اصلا فالكلام مش ليك، الكلام لناس تانية. اللي عايز اقوله انك كبني ادم ربنا كرمك بالحرية، حتى الحرية في ارتكاب اخطائك، غير اننا اصلا اختبارات لبعض، وفي مننا اختبارات للبشرية كلها. دي في الدين يعني بتتسمى فتن لانها بتشمل كل الناس. وبعدين استنى، لو كل تدخل الهي تم عشان يمنع ظالم او كارثة، احنا هنتحسب على ايه؟ صديقي احنا في دنيا مش في جنة. يعني سعيك للمال والسلطة انت حر فيه، استخدامك ليهم بقى برضو انت حر فيه. كل الناس اللي التاريخ بيحكي عليهم اتقسموا لحد تاخدوا قدوة وحد تاخدوا عبرة، كانوا زينا وفي لحظة حرية قرروا يغيروا الأحداث. أمال فين التدخل الإلهي بقى؟ هتلاقي الناس الكبيرة بتلخصها في كلمتين: ستر ربنا. كم مرة هتلاقي حد بيحكي لك حكاية هو مالوش فرص نجاة فيها وبيقول لك بس ستر ربنا؟ كم مرة ممكن تسمع عن حد دخل خلاف مع شخص مؤذي جدا وكان ممكن يضيع مستقبله، لكن ده ما حصلش بسبب ستر ربنا. دورك ككائن حي عنده وعي ومش بيعمم بجهل أو بشكل يفش غله إنه يميز ما بين ده وده، وفي الآخر كلنا برضو أحرار في أفكارنا. خلينا بس كبشر نتمنى لنفسنا النجاح في الدنيا والآخرة. وخلينا أقولك لو عجبتك الحلقة ما تنساش تسيب لايك وسبسكرايب في الريسبشن، لو معكش خليها عليا أنا المرة دي. سلام.